أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي تقدس في غيب الهاهوت المتجلي بأسمائه وصفاته في حضرة اللاهوت وبأسراره في حضرة الجبروت وبأنواره في حضرة الملكوت وبالأجرام المتشكلات والصور في حضرة الناسوت. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مشاكل ولا معاند ولا صاحبة ولا ولد ولا منفصل عنه ولا متصل ولا داخل فيه ولا خارج. تعالى عن ذلك علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر كبيرا. كلما تعاقب الليالي والأيام وعاقب الفطر الصيام. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسله رحمة لكافة الأنام ومحللا للحلال ومحرما للحرام وموطنا للإسلام. من فرض في نار رمضان الصيام وسن في لياليه تراويح والقيام وعلى آله الكرام وصحبه الفخام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أصلح الله حالنا وحالكم ومعالنا ومعالكم أن يومنا هذا يوم شأنه عند مولانا عظيم حيث ختم به الشهر الكريم وافتتح به شهور حج بيته الحريم وجعله يوم عيد وزينة والسرور وعظم فيه للعامل الأجور. فهو يوم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فهو يوم التسبيح قول سبحان الله وتحميد الحمد لله وتهليل لا إله إلا الله وتكبير الله أكبر. فبادروا إلى فعل مأموراته وأخرجوا صدقة الفطر وجوبا وهي ساعة عن كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد كبير أو صغير يخرج الشخص عن نفسه ومن تلزمه مؤنته بقرابة أو زوجية أو رق وتخرج من جل عيش ذلك البلد من قمح أو شعير أو سلك أو رز أو دخن أو ذرة عن طيب نفس وانشراح قلب فذلك هو الأدب. ويندب التكبير من حين الخروج للصلاة إلى أن يأتي الإمام أو يقوم للصلاة ولفظه الله أكبر الله أكبر. ومن جاء من طريق فليرجع من طريق أخرى فذلك أوفر للأجر. وقدر الساعة 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. ووقت إخراجها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ويعطاها الفقير ولا تسقط بمضي زمنها في حق الموسر وتسقط في حق المعسر. ويسن إظهار الزينة بالطيب والثياب ولو لمن لم يخرج ولا يترك زهدا أو تقشفا مع القدرة عليه. والمشي إلى المصلى نقبه متفق عليه وركوبه غير مكروه لأنه زينة وهذا يومها. وكان عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل التمرات ويأكلهن وترا. وينبغي ترك المصلى مكشوفا لا بناء فيه وإن كان بنيان فيصلى خارجه في البراء فهو الأفضل والأولى بل هو المتعين اليوم. قال عليه الصلاة والسلام شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر
وعنه صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع بالعينين إلى الأرض فابرزوا من المنافذ تلحقكم الرحمة ولا بأس بخروج النساء يشهدن الخير وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى الأواتق الأبكار والحيض وذوات الخدور لما هنالك من الخيرات وهن معتزلات ويندب إخراج صدقة في مثل هذا اليوم فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراء شاة محرقة وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة وقال عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين واذكروا الله كثيرا ذكرا كثيرا وقال جل من قائل فاذكروني أذكركم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.